حاجة غريبة شفتها وكنت حابب احكي لكم عنها. اهلا بيك من داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة، بحييك. جوه القلعة افتتح اخيرا بعد الترميم جامع سليمان باشا الخادم. الجامع بيرجع تاريخه لسنة 1528 ميلادي، وهو أول جامع في مصر اتبنى على الطراز العثماني. الطراز ده بيتميز بالقباب، والمأذنة بتكون شبه القلم الرصاص المبري. وكنت عايز أحكي لكم على حاجة غريبة شفتها جوه الجامع. لما دخلت جوه شفت كتابات قديمة وواضح جدا إنها مش عثمانية، وبالبحث عرفت إن أصلا الجامع ده قبل ما يتبني كان فيه هنا جامع قديم بناه الفاطميين. بناه تحديدا واحد اسمه أبو منصور قسطة، وهو كان والي الإسكندرية أيام الفاطميين سنة 535 هجري. يعني تاريخ الجامع ده بيرجع من حوالي 900 سنة. الجامع تحفة معمارية من الخارج، والألوان بتاعته زاهية وجميلة. بدعوا أي حد جه القاهرة إنه يزور القلعة ويزور الجامع ده، هتنبهر بيه جدا. المكان موجود داخل قلعة محمد علي بالقاهرة، وتذكرة الدخول ب 60 جنيه. لو بتحب الأماكن القديمة والسفر ما تنساش اللايك والشير والفولو.